انور مدير الكوره في نادي السكه الحديد. السلام عليكم يا كابتن وليد. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر، ومساء الخير على ضيوفك الكبار كباتننا ومدربينا الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد عامر مدربي اللي بسلم عليه، والاستاذ كمال جابر والاستاذ وائل السنوسي، وكل التحيه ليكم ومبروك يعني، والنجاح ليك دايما في البرنامج بتاعك اللي بقى مصدر السعاده لكل الدرجه الاولى والدرجه الثالثه ومتابعينك كلهم يا استاذ عبد الناصر. يعني مبروك الصعود 3-2 على وادي دجله، وانا يمكن قلت هسية المباراه نظرا لما كتب من رئيس نادي وادي دجله في حق نادي السكه الحديد ورد الدكتور سيد عيسى، فكانت مباراه ليست كأس وصعود فقط، وانما كان لها اكثر من معنى يا كابتن وليد. والله بلاقي حاجه، انا نسيت برضو ان انا الاول اتمنى الشفاء للكابتن امير عزمي طبعا اخونا، وان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه ان شاء الله ويقود الفريق، لانه طبعا يعني الراجل كان غايب عن مباراه دجله، فبنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، ويرجع ينور نادي السكه الحديد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الحاجه الثانيه والله يا استاذ عبد الناصر، يعني احنا الحاجات دي كلها طبعا ما بنحبش ان احنا نخرج عنها، ولكن احنا كفرقه كبيره ومجلس اداره محترم وناس مسؤوله عن فريق نادي السكه الحديد بقياده المستشار الوزير الدكتور سيد عيسى واللواء حسام السيسي والناس كلها، فاحنا يعني ما بنحبش ان احنا ندخل في الحاجات دي. احنا اهم حاجه عندنا ان احنا بنركز في الملعب وما بناخدش لعيبتنا في اي حاجه خارجه عن اي حاجه، لان احنا عامه بنحترم الرموز الكبيره وبنقدرها. بيجي النهارده نادي السكه الحديد ما كانش بنشوف الناس دي في نادي السكه الحديد، الكابتن طاهر ابو زيد والكابتن عبد الحميد بسيوني والكابتن ايمن منصور، وحضرتك بتيجي تشرفنا في نادي السكه الحديد، والكابتن محمود ابو رجيله، كل الرموز النهارده بقت بتيجي نادي السكه الحديد، لان احنا بنقدر وبنحترم الرموز الكبيره ديت. صح. وما بنحبش ان احنا نخرج عن اي حاجه، فلما بيجي حد يخرج عن او مهاترات بره الحاجات دي، احنا اهم حاجه فرقتنا. احنا النهارده نادي السكه الحديد مركزين ان احنا النهارده في مكانه كويسه وفي حته كويسه، مش هنخرج نرد بره، احنا بنرد في الملعب، وكل مباراه وليها حسابات خاصه عندنا بناخدها مرحله مرحله. النهارده الحمد لله نادي وادي دجله عدينا منه باداء ونتيجه وشكل كويس الحمد لله. عندنا مباراه زد يوم الاحد، اللعيبه كلها مستعديه ان شاء الله باذن الله نستقبل رموز نادي زد في ملعبنا زي ما قابلونا استقبال كبير في نادي استاد القاهره، ان شاء الله احنا هنقابلهم برضو نفس المعامله، نادي كبير، مجلس اداره نادي زد ومجلس اداره نادي السكه الحديد ان شاء الله باذن الله. ده اللي احنا تعودنا عليه، ان احنا نحترم الرموز الكبيره والانديه الكبيره، وان شاء الله باذن الله يكون استقبال كويس ومباراه كويسه تليق بالناديين الكبار. ودي بدايه للمرحله بتاعت الدور الثاني اللي احنا بنستعد له بشكل مختلف عن الدور الاول، بطوله وعدت الدور الاول بنحتل فيها المركز الثاني مناصفه مع زد. البطوله الثانيه بتبتدي من مباراه مستقبل وطني يوم الجمعه، كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله الحمد لله توفر لها كل الامكانيات المتاحه ليها، واللعيبه كلها مركزه واللعيبه كلها كبيره. يعني حتى اللعيبه اللي احنا بنجيبها كمان نادي السكه الحديد، لما بيجي حد يطلع النهارده يقول احنا جايبين لعيبه كبيره او كده، لا احنا بنجيب لعيبه عارفه هي عايزه ايه تمام، وللنادي لعيبه كبيره موجوده، اذا كان شرويده، اذا كان ابراهيم عبد الخالق، اذا كان رضا الويشي، اذا كان عبد الله بيكا، اذا كان حتى بهاء مجدي، كلها لعيبه لها اسمها، والنهارده بقت بالعطاء ما بقتش بالسن. فالحمد لله كل اللعيبه اللي موجوده كلها بقت هدفها وطموحها واحد، النهارده بقى الصعود الدوري الممتاز، وده مش هيبقى اقل من اقدم نادي في مصر نادي السكه الحديد انه يكون في المكانه دي، والجهاز اللي موجود ومجلس الاداره اللي موجود النهارده الدكتور سيد عيسى واللواء حسام، ناس اول مره النهارده يعني بيدخلوا الرياضه وبيديروا، فالنهارده النجاح بتاعهم بيتحقق على ارض الواقع، ما بيتحققش بالرد بره او بالمهاترات بره او اي حاجه بنبص لها، لان احنا لو ركزنا وبصينا وردينا مش هنخرج اللعيبه بتاعتنا وهنخرج تمام كل اللي احنا موجودين فيه. فدي يعني الامور كلها شكرا بشكل ملخص يعني استاذ عبد الناصر. يعني شكرا جزيلا يا وليد، بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد انور مدير الكره في السكه الحديد. بس انا عايز اقول لك على حاجه، دكتور سيد عيسى اداري قديم ويعني يشغل مناصب رياضيه كبيره، منها امين صندوق الاتحاد المصري للرياضه للجميع، ومنها امين صندوق القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه، وله اياد بيضاء على انديه كثيره جدا في اماكن كتير، وكذلك الامر اللي هو حسام السيسي. بس دي تجربه ظاهره للاعلام، ولكن هم عندهم خلفيه كبيره جدا على فكره، واداروا رياضيا اماكن كتيره قبل كده.